بعد ما نشرت فيديو عن الدراجة هذه وصلتني كثير أسئلة عنها ما هي مفهومة، ولكن خلوني أوضحها لكم وأفهمكم إياها بشكل سريع. أول شيء، هذه الدراجة هي دراجة كهرب، في كثير ما هم عارفين إنها كهرب. طبعا تشحنها وكل شيء وتعطيك طاقة زيادة وأنت قاعد تسوق، بحيث إنه ما تتعب زي الدراجة العادية. فالمطلوب منك جهد بسيط بلف العجلة هذه، وبعدها هي تعطيك طاقة إضافية وتقدر تنطلق. طبعا فيها 4 أزرار للتحكم يمين ويسار، بحيث إنك تتحكم بأشياء كثير. التروس اللي موجودة فيها 4 مستويات تقدر تتحكم فيها من هنا بالطريقة هذه، 1 2 3 4. والزر هذا هو عبارة عن بوست، بحيث ان الدراجة تنطلق بشكل اسرع. هذه تفيد وين؟ اذا مثلا كنت واقف عند اشارة وفتحت الاشارة، تضغط البوست وتحرك هذه بشكل مرة بسيط، تعطيك طاقة بشكل قوي على اسمها بوست، وبتنطلق بشكل سريع بالبداية، يخليك تنطلق بشكل اسرع من البداية بالطريقة هذه. وحتى الحلو وقت الطلعات ما راح تتعب وانت قاعد تدف، اللهم انك تضغط زر البوست بس تنطلق معاك بشكل مرة سريع. وفيها شيء حلو، الزر اليمين الصغير اللي تحت اذا ضغطته وانت قاعد تمشي راح تمشي معاك الدراجة زي ما تشوفوا قدامكم. انا حرفيا ماني قاعد ادفها، هي تمشي معايا. طبعا الدراجة راح تجيك بدون السلة هذه، انا ضايفها كاوبشن زيادة بحيث اني اقدر احط فيها الاغراض، ومعها الشبك هذا تكون هنا تفيدني لما اشتري اغراض واحطها في الدراجة وانا اسوق. بالاضافة الى شيء ثاني انا ضفته مع الدراجة اللي هو هذا، طبعا المقعد هذا يجي معها، ولكن العمود هذا اللي موجود هذا راح يفيدني في المطبات بشكل كبير زي ما تشوفوا قدامكم. راح ينزل ويطلع مع المطبات فيعطيك راحة أكثر وأنت قاعد تسوق. البطارية غالبا موجودة في المكان هذا، ولكن ما تقدر تطلعها وتروح تشحن البطارية وتنزلها وتحطها في الدراجة وتسوق ثاني. هذا العيب الوحيد من وجهة نظري، فتضطر إنك تاخذ الدراجة وتوديها لين البيت وتشحنها، أو إنك تمد سلك من فوق وتوصله لين هنا بحيث إنك تعيد شحن الدراجة. تقدر تعيد شحن الدراجة من خلال المنفذ هذا اللي موجود هنا، تفتح هذه بالطريقة هذه وتعيد شحنها من الكهرب بشكل طبيعي. إعادة شحن الدراجة فل راح ياخذ تقريبا 6 ساعات، وإذا كانت مشحونة فل راح تمشيك تقريبا من 50 إلى 160 كيلو على حسب سواقتك.